لو معاك اي تليفون جديد او فلاج شيب مثلا من شركه، بتلاقي ان في رقم مكتوب هو حمايه ضد الميه IP 68 او IP 69. فبتسال نفسك ليه الرقم ده او ايه معيار الحمايه؟ بس هل الارقام دي معناها بجد ان تليفونك ضد الميه، ولا الموضوع فيه تركايه عن كده، او الموضوع ليه شرح تاني او شكل تاني؟ النهارده هنشرح الرقم معناه ايه، وايه هو معيار اللي ضد الميه والغبار بشكل بسيط كده وسريع، وايه الحاجه اللي تقدر تعملها وايه الحاجه اللي ما تقدرش تعملها، وايه الحاجه اللي ممكن تبوظ تليفونك حتى لو هو ضد الميه والغبار. اول حاجه، يعني ايه اصلا كلمه IP؟ يعني هي جايه منين؟ الاي هي انجريز والبي هي بروتكشن، ده اختصار الجمله، وبعدها بيجي الرقمين. طب ايه هم الرقمين دول؟ اول رقم بعد الاي بي على طول هو اللي بيعبر عن معيار الحمايه ضد الاتربه، اما بالنسبه للرقم الثاني هو اللي بيعبر عن الحمايه ضد الميه. واحده واحده كده وهنمشي وهنشوف المعيار عامل ازاي. اول حاجه معانا الاتربه، وهي من 0 ل6. يعني تقدر تقول ان معيار الحمايه ضد الاتربه هو الماكسيموم بتاعه، ان انت كده تليفونك متامن تماما، هو رقم 6. والصفر ان هو مفيش اي حمايه. فانت الرقم عندك من 1 ل5 هو كده في حمايه جزئيه للاتربه، يعني محمي ضد الاتربه بس مش بشكل كامل. الرقم 6 هو الحمايه الكامله من الاتربه، يعني لو انت عندك الرقم بتاع تليفونك IP حاجه و60 فانت تليفونك متامن تماما ضد الاتربه. بالنسبه للرقم الثاني فهو رقم حمايه ضد الميه، وهو من 0 ل9. 0 اكيد مفيش حمايه. نطلع على رقم 4 وهي حمايه ضد رشات الميه الخفيفه جدا. رقم 5 هي حمايه ضد الرشات او رذاذ الميه، يعني نقدر نقول تحت مطر تقيل شويه كده، تحت برضو رذاذ بس اتقل شويه من رقم 4. نروح لرقم 7 وهو ان انت تغطس بالتليفون تحت الميه لعمق متر لمده 30 دقيقه. اما بالنسبه لرقم 8 فهو غطس العمق اكبر من متر، بس الشركه بتحدد المده وفي نفس الوقت بتحدد العمق. بالنسبه لرقم 9 فهو حمايه من ضغط الميه العالي والحراره. رقم 9 ده بيستخدم في استخدامات معينه او اجهزه معينه موجهه للحاجات اللي مثلا عمال نقل او حد بيتعرض لضغط او مضطر ان هو يمسك تليفون كده، فبيبقى معمول لاستخدامات معينه. انت كواحد مستخدم طبيعي مش هتحتاج للرقم 9. عندك مثلا ان تليفونات سامسونج الالترا الاخيره، وبالنسبه لموبايلات الابل الايفون الاخيره برضو بتستخدم اللي هو يعتبر اعلى معيار IP 68. 6 هو الماكسيمم وال8 يعتبر هو الماكسيمم في الاجهزه الطبيعيه. فالاجهزه دي نظريا تتحط تحت الميه بس بشروط، لان تجارب الضغط اللي بتعدي على التليفونات دي قبل ما تطلع من المصنع بتبقى على ميه نظيفه جدا وما بيبقاش فيها تيارات عاليه، فممكن الكلور اللي في البسين لو نزلت بالتليفون ياثر على تليفونك. في نفس الوقت برضو الميه المالحه بتأثر على التليفون. فانت بلاش تخاطر بحاجه زي دي، لان الضمان بتاع الشركات دي ما بيشملش عيوب الصناعه اللي ليها علاقه بالميه. فلو حصل التليفون حاجه مسؤوليتك الشخصيه. فلو انت تعرضت لحاجه غصب عنك هتبقى مطمن شويه، لكن متعمد ما انصحكش. بالنسبه للساعات بقى فظهر مقياس جديد ومعيار جديد وهو ال 5 ATM او ال 10 ATM، وده مقياس تاني بس ليه علاقه بالضغط تحت الميه، لان انت الساعات معرضه اكتر انها تلمس الميه بشكل اكبر بكتير من التليفون بتاعك. لكن الفيديو بتاعنا النهارده متنساش لو عجبك تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب، ولو تليفونك فيه معيار حمايه للميه قول لنا ايه هو. كان معاكم حازم تك فيو، سلام.